بعد آخر سفرة مع نائل حسيت الجو شوي بده رواق، فجبتكن على الحديقة. الجو حلو، صوت عصافير، فراشات عم بتطير بكل محل. كيفكن؟ الحمد لله بخير. رايقين؟ أكيد بوجودك حبيبي ميرسي. نائل كيفك على الجو الحلو والطبيعة؟ هلا صرت رايق، هلا هيك صرت رايق شوي. قبل ليه ما كنت رايق؟ أنا قبل شي كنت تعبان، يعني أول عامل إني ما كنت رايق فيه إنه تعبت. يعني تعبت المطبخ، تعبني جسديا هاي المرة. تعبك؟ أيوة امبارح. فهي أول شي تعبني. تاني شي كمان على السفرة، حكيت أنا مع علي في هذا الموضوع، حسيت إنه كنت بتوقع مدح أكتر بس اجى أقل. من مين المدح؟ لا بشكل عام كنت بتوقع مدح أكتر بس اجى أقل. فهذا ممكن يعني شيء طبيعي ينزل الموتيفيشن تبع أحبطك؟ حسيت حالك محبط بسبب تعليقات أصحابك؟ يعني متوقع كنت منهم شيء أعلى، فلما بيكون ما في كتير مدح ممكن يكون في نوع من أنواع الإحباط. هو اللي ضايقك إنه ما عطوك موتيفيشن، ما عطوك حماس، ولا اللي ضايقك إنه قلبت السفرة لتصفية حسابات؟ قبل شيء كان في طاقة سلبية كان في طاقة سلبية بشكل عام. يعني ما كان في هالطاقة اللي اجى اتوقع بالسفرة الأولى. لا بالسفرة الأولى تبعتي، رغم إنه كان في أغلاط صغيرة، كانت الطاقة إيجابية. أنا شفت السفرة الثانية ما فيها أغلاط كطعم، عم بحكي كملاح كشي ممكن يكون كطعم، بس كانت طاقة فيه سلبية. فهذا اللي ممكن يكون أحبطني. بس هلا أنا منيح. أوكي، فأنت هلا رواق وحاسس إنه بلكي الطبيعة خلتك تهدأ. صحيح ممكن. هدير برأيك حكيه منطقي ولا هو عم بيحط حجة بالطاقة السلبية لأنه ما عجبه الحكي؟ نحن أعطينا آرائنا يعني بصراحة. اللي ما عجبنا هو تركيبة يعني الطبق الرئيسي، ما عجبني تركيبة يعني متاعه، على خاطر استعمل زوز حاجات مع بعضهم، فيعني الطعم كان قوي. أما الباقي يعني عجبنا. فأنت قلتي رأيك بكل موضوعية، بكل صراحة، بغض النظر عن إنه الموضوع كان زعجك، إنه هو كان بده يحط لك علامة ورجع غيرها، وبالتالي أنت أخذتي مركز غير اللي كنتي بتستاهليه. يعني ما أنت قلتي رأيك بأكله لنائل بناء على أحاسيسك اللي كنتي عايشتيها بهذاك الوقت. خطيتها المرحلة هذيك وبديت من جديد وحللت ماكلته يعني من جديد، يعني أعطيته الرقم من جديد، يعني صفيت القديم يعني وبديت صفحة جديدة وأعطيت رأيي يعني خطيتها الرأي. لما قعدتي على السفرة تخطيتي. نائل حسيتها تخطت ولا قالت أي كلام كرمال؟ بس ما بعرف يعني صراحة، أنا ما بعرف إذا هي تخطت لا يعني، بس اللي بعرفه إنه ممكن إذا انزعجت منها بكلمة وقت اللي قالت إنه ينشال صنف من الوجبة الرئيسية، فحسيته مو منطقي. يعني أنا قبلان ممكن هي تكون يعني حست إنه الطبق تقيل كطعم، ممكن هي ما كتير بتحب الشيء اللي فيه كريمة، ممكن هي ما بتحب الشيء اللي فيه قلي، ممكن يكون مشوي. بس إنه شيل من الطبق، حسيت إنه أنا بس يعني أنا بدي أنتقدك، أنا هيك إجتني، يعني هيك وصلتني من هدير. وليش بس بدها تنتقدك؟ أو ليش أنت فكرت بهي الطريقة؟ لأني مو منطقي الحكي، يعني لأني لما يعني قالت لي إنه شيل يا هي حطها يا هي حطها، فقلت إنه شيء مو منطقي. يعني أنا تخيل إني أحط أنا الفيتوتشيني وأنا من أول حلقة عم أنقد الناس يلي عم يحطوا صنف واحد مثل الفيتوتشيني أو بشاميل أو أي صنف آخر. يعني أنا بكون عم أنقد حالي، عم أحكي شيء وأعمل نفس الشيء، فمو منطقي شفته. طب ليش بس بدها تنتقدك؟ يعني طيب شو كيف السبب؟ مو منطقي وجي نفس الرأي أني والشيف، حتى الشيف زاد انتقد الطبق لا الرئيسي. الشيف قال إنه ما بيصح إنه تحط 2 دجاج مع بعض يعني. لا شوفي انت شو قلتي؟ انت قلتي ينشال، اي تختار حاجه واحده. ايوه. يعني انا عم تقولي الشيف عم يقول انه ما لازم يكون في دجاج في الفيتوتشيني، بس انت عم تقولي تنشال كلها الفيتوتشيني. مو تنشن كلها، انا هيك يعني وصلني. بس ما بعرف اذا انا ركزت على ركز على الصنف. انا بتذكر قلت لك انه اذا بدك شنايتزل كان فيك تعمل مع رز،
يعني يعمل شنايتزل مع شيء اما فوتوتشيني، بس انه فوتوتشيني دجاج مع شنايتزل مش ماشيين مع بعضهم. انا اللي فهمته واللي طعم وصلني قوي يعني، شي مصموط وشي مقلي مع بعض ومع الكريمة مع صوص بلانش، في 3 أطعمة مع بعض. حسيته ميكس انا اللي وصلني ممكن انا هنيك بالسفره ما فهمت عليها بالضبط بسبب اللغه، او كنا متوترين ممكن على السفره. بس انا اللي فهمته انه شيل هي يا شيل هي. يعني تخيل انا اقدم لكم الشنزل ساده مع ليمون، مش ضروري، كان فيك تحط معه رز مثلا. بس انا حكيت هذا الشيء اني انا مخطط من اسبوعين. هذا الشيء اللي انا حطيته في بالي، شفته وحبيته وحبيت طعمه، وانا ذوقي ممكن كان فيك تغير الشوربه كمان. انا شفتها انه هي مناسبه، ما بعرف يمكن الاذواق بتختلف بهذا الشيء. يعني انا اذا رحت يوجوالي على اي سفره لما بتعمل انت نفس طعم الشوربه والمين ديش بيصير في نوع من الملل. الناس ما بتستمتع. هيدا كان وجهه نظرهم، وهيدا الشيء صار مع متسابقه من قبلك وتعرضت لنفس النقد. فانا عم بكرر لك اياه لانه هو صار من قبل. يعني انا شفته حضرته انه ما استمتعوا بالاكل لما عملت نفس الشوربه نفس المين ديش، فانت رجعت عملته، وذاتا انت ناقل اسم على مسمى، وعملت لهم اكل كتير طيب في الاول، فصار عندهم هن الاحباط مش انت. ما بعرف العلامات كان ابدا. نجم يعمل روز ودجاج بانيه وخضره مع بعض. طيب هدير، تننهي هيدا الموضوع، اذا في شيء بقلبك حابه تقولي لنائل هلا هو موجود. يعني توك اعطيته النوت متاعي يعني خذيت القرار من الاول. يعني حسيته هو حط حاجه وبعديك بدل حاجه اخرى، يعني ما شدش في نفس القرار اللي هو خذاه. يعني وانت هيدا الشيء مضايقك من نائل؟ لانه كنت نجم نطلع شوي يعني في المرتبه، نكون هو لو عطيكي علامه شوي اكثر كنتي انت تعادلتي مع علي وكنتوا اخذتوا المركز الثاني مقاسمه. نائل ليش غيرت رايك؟ مع انه انت وهدير كثير اصحاب. عكس السبب اللي هي عم تقوله، اني انا شفت الطبق اللي هي قدمته لازم يكون فيه شيء. هي عم تقول ممكن اني انا اشيل، فانا بقول لا، لازم يكون في جنبه شيء. مش تشيل لما تعمل اكيليبر، تعمل توازن يعني في الطبق. طب ليش كنت حاسس انه لازم تعطيه اكثر بعدين ما اعطيتها اقل؟ لاني انا ما بحب الكبده، وحسيت يعني انه ما نعرفش هذاك شنو يحب، وهذاك صحيح. ما هو لهذا السبب، لهيك كنت محتار، ولا هذا يحب اللحم. لهذا السبب انا محتار. بس بما انك كنت محتار معناتها انت كنت شايف انه بتستاهل علامه اكثر، بنفس الوقت مش عارف اذا لازم تعطيها علامه اقل، فهي هيدا اللي مضايقها لهدير. انا هذا الشيء اللي حكيته، وانتم لما عم تقولوا انه حكيت انا بعد ما صوتت، حكيت معه في الموضوع، حكيت معه بهذا الموضوع، انه انا يعني اعطيت الصوت تبعي، وانا ما زلت كنت محتار. حتى وانا عم اكتب يعني مبين في الحلقه قعدت افكر، اشوف هذا بس اخترت هو نقص لي من الحاجه اللي هو كان، يعني من الرقم اللي هو كان راح يحطه، نقص لي بس علشان هو ما حبش الكبده. لا وفي شغله كمان، في شغله كمان. وقت اللي عم اعطي العلامه قلت الحلو، كان الحلو يعطيني بوش. قلت عم ناكل هوا، قلت ايه بس لا حدا يفهمها. هي عم ناكل هوا اكيد. لا بس انه يعني بس وانا تعلمت منها هذا الكلمه. هي اصلا جاتو كوروندير معناها خبز تهويه. هو اخذ الكلمه هيدي من المسمى عنكم لهيدي الاكله، خبز التهويه، فهو قال انا عن جد عم بحس حالي. ممكن قلتها يعني، بس ما قلتها بمعنى اكيد مو منيح. لما اكلتها ما حسيت فيه بسكوت. وهذا اعتقد يعني بس بالسوريين يعني راح يفهموا هذا الكلمه. يعني نحن عندنا اياها بالسوريين، مش كلمه منا حلوه، بس صحيح. مش هالقد منا حلوه. كنت بنينه معناها كطعم. صح. يعني انا قلت لك لو مثلا ممكن في اختلاف بيننا، لهيك انا بقول اذواق. انا بحب شيء الدسم. اليوم الدسامه ما قبلتها مني، ما قبلت الدسامه في طبقي. انا عم اقول لها دسمي اكثر الحلويات. يعني انا بشوف الكريم شانتيه كانت جدا ساده، والشوكولا طعمه الصوص وليس الشوكولات الطيب المدوب. يعني ممكن هالشغلات البسيطه كانت تخليني احط الثلاثه.
كمان هو الديسير بتاعه كان بسيط، يعني التحلية كانت بسيطة. ايه في كمان انا عندي في انا قصدة يعني يعني أنا هي ما قالت رأيها لك انت مم. اعمن او بناء على مشاعرها وتضايقها منك، هي قالت رأيها المنطقي على السفرة تبعيتك، مش وأنا لانه هي أتقبل. زعلانه منك، هي كانت زعلانه منك كرمال هيك كان ما بدها تشرب القهوه تبعيتك، وانا قلت لها لا عيب. هو صحيح فقرة القهوة أنا كمان ما حكيت عنها، بغض النظر عن هدير قالت لي ما بدي القهوة تبعتك، لا ما انا أخدتها. زعلانه، ما أخدتها يعني، بس أنا جاي ومبسوط جايب لكم القهوة مظبطة بالوقت يعني بالوقت الأصيل عندي أنا. ونسي شو عمل في الحلقة اللي فاتت. إيد عم تحرك، أنا كانت إيد عم تحرك وإيد عم تعمل القهوة تمام. هي بس وجايبها من البيت. اضرب على المقاطعه، هي قبلها بينت لك زعلانه هي ولا رأسا انت انصدمت؟ لا انا انصدمت لاني انا ما شفتها زعلانه يعني. انا ما شفتها زعلانه يعني ما عندك خبر هي زعلانه؟ حتى بالعلامه سالت، قلت لها مني اللي عم تحكي مع سام. انا مستحيل تكون زعلانه مني، انا استغربت، ولا حدا منكم رح يزعل. ما هو لهيك انا استبعدت. انا ما بزعل حدا مثل غير عالم. متاكد؟ ايه فانا الشيء متأكد كمان كتير. ايه الحمد لله. الشيء كمان اللي خلاني كمان انزعج انه حضرتك قلت لي شكرا والقهوه طيبه، بس ما في ولا شكر من ولا متسابق اجاني قال لي يسلموا انا عامل الكيك ومتذكر يعني خلص انا بدي اضيفه اليوم وعامل القهوه وكذا، فحتى على الصفرة ما لا حدا. هذا نقطة صح حقك ما حدا قال لي ولا شيء. بس والله للأمانة يعني داخلين بالأسلحة مو تقول مثلا على القصد، لا والله مو على القصد. بس أنا قلت لك أول وثاني شغلة بغيابك يعني أستاذ سام كلش مدح بعرف أنا وشكرني أكيد بكل أريحية شربناه وأكلنا الكيك اللي جبته من عاشت إيدك، وهسه دا أقول لك وشكرا على كل شيء. يعطيك الصحة. أنا قلنا لك توا قاعدة حلوة، بس يعني لا تخليها بقلبك. لا احنا على القصد ما قلنا او فشي، لا والله، بس هو مجرد التهينا ويا الكلام وكان الكلام محتد وقت انا جيت، كان محتد جدا. انت لو ما القهوه تبعيتك انت انقذت الكره الارضيه بهيدا الفنجان، هديت الدنيا. ثاني شغله كان الحديث محتد بين مايا وصفا.